فهو بقاله فترة غايب ومحدش سامع عنه حاجة، فأنا كنت بتصل أطمن لو هو في حاجة ولا لأ. لو في حاجة أقفل السكة، لو مفيش افضل للآخر. إحساس إن محدش بيفتقدك غير بعد فترة، محدش من اللي عارفينك عارفك. لما احتجت مساعدة لكنك ملكش خيار إنك توضح، محدش فهم المغزى من ملامحك. إحساس إن الكلام مش واصل من بين كل الحاضرين. الشخص إياه مقدرش يحضر، كنت طول المحاضرة بتتكلم فيها عن حد غايب، فبنضطر نعترف لمجهول، نحكي لأي سامع، نبكي مع أي طفل، نضحك بعد أي نكتة. تفضل على أمل إنه يظهر في النهاية بالظبط زي نهاية الأفلام، بس بتيجي النهاية وهو لسه ما جاش. تعالى يا هناك، خليك هنا، خلي اللي هناك يبقوا جنبنا، خلي كل الأماكن هنا، خلي المسافات تنعدم بحجة إن إحنا أصحاب المنطقة ومن حقنا نسكن اللي إحنا عايزينه. خلينا نروح للي هناك ونعرفهم إن هم في الأصل مكانهم عندنا، نقول لهم كل الكلام، نعرفهم كل الحقائق، نحكي لهم كل التجارب ونسيبهم هنا جنبنا. بس الحزن مش فاهمنا عشان يجي على مزاجنا. اسبقوا الزمن بفترات زمنية واعملوا كل حاجة نفسكوا فيها قبل ما الزمن يعمل. قدر الله مقضي، بس احنا بنستهول لدرجة ان احنا بنسيب الحاجة تحصل ونقول قدر ربنا. المكان من بعدك عايز يتروق بوجودك. الحقيقة ان حبيتك بعد غيبتك، فهمتك بعد سكوتك، شفتك بعد ما انطفيت فما قدرتش الحقك. انا السبب في انك سبتني زي ما انت السبب في اني سبتك. محدش كان احسن من التاني، احنا كنا وحشين لبعض. متخيلك دلوقتي متخيلني، بتهيالي ده تخيل. انا في الركن البعيد جنبك، في الوقت اللي الكل ناسيك فيه انا فاكرك، وقت ما الكل بيضحك لسبب ما انا واخدك سببي عشان ما اضحكش. حداد على البعد اللي ما بيننا، ويا رب يطلع حداد كداب اخره 3 ايام وتتشال الكراسي والاقيك جاي بتسلم عليا ومكدب كل اللي قاله استحاله وسابع المستحيلات. طريقنا واحد حتى لو اختلفت الاماكن، بعزيك بطريقتي، بحزن عليك بطريقه تفرحك. الصوره في الذكرى والضحك على البال، وسلاما على من قال البعد اخر اللقاء. ملحوظه، انا صاحب المقوله.